ديارة از كتم بهشتا خا من هنگوه خا تبدي شماي خا از كتم بهشتا خا من هنگوه خا تبدي شماي خا من مي بدوي سار را من مي بدوي سار را بخار از راكتي بوم لدلي من شيار گهداريان دنگي دليارا خالق سري من بخناب شل ببو ببينا گلو سوسنا ششتي بو دليارا منجي بدست خاين دیندار از همیز کرم بترين خاين وكمومان لاشي من پلان و جنوبا بجان اري از شيار من جدليارا خارا دريبا كر لي مخابن اوي بلسجو چگاوا او بدور کرد گیان من جهندر لاشه من در کرد و بی کرد از نچار لگریام من او ندید من بانه کرد ویل من فنگران هوانو هوگرنو ون بخده کن اگر و او دید نوچهی من بگینن چونکی از جدرده ویرا نخاش و به حالم آخ چلنگا کچو بکان پری و فرشتا جنان شهین شاها خاتون و خانمان جمند برسن ما دلیارات ده بچه جیین دن جیاواز و چیتره از دویجم دلیارا من ورگا سور و سبیه آل و براغا رنگینه سره وی زیره پاکه گلین وی سور و باداینه جابن وی دکبو باسک سبینه سر گولاوانه بنشتینه بشیر و عنبر ششتینه بهیز و قدرتا خوده بچیه خاطر نشتینه هنار کن روی وی باغا کی گلدار و رنگینه حلم و بینا خاش جهد فوره دیبن وی قوان و سوسن چولینه هر دو دستن وی زیب و زیران بی چاندینه بیابود و زبرجد خمدان دینه و گفته وی به رشم و دیباج مهاباده اوی نرم و تنک بشارتینه هر دو چاقن وی دستون مرمرینه سر دو دستگین زیرینه لکن وی مینا بلندیا بوتن چیا برفا تنس پیره خسبینه ابو لیبن وی گلاب و همگوه حلان دینه اوای دلیارا من ما کی حال و روشاوی نالسینه دلیارا من کلو کوفان ناف جرگو و نافا منه خون و آرمانجو پیش روشا منه مراق و دیویا دل منه بوکا جیهانه جیگه واره منه جینستان و گورستان منه کردستان منه
سپاس أمي بدار جرك دي سپاس دكن طبعا أسرة إدارة مهرجان الشعر الكردي ممثلا بدير سلمون مجو أسرة يعني ارتباهي كبيرة يجو خبار دكن وأريكا دكن أم جرك ديجي بجناقة الديوان تتوينا أمي بدار كورة وشبير إنه خورت بيتر ما نامي بيجرن خلاص كنا يا جزار خين كو ديالي دكن يما برا تريج عفري متزوجة ولها 4 أولاد الدكتور فرهاد نعسان شيرزاد نعسان الدكتور هوزان نعسان المهندس سردار نعسان طبعا من مواليد قرية ميركان ولدي حسين صالح 1906 سوقيج 1935 زوجة المرحوم المحامي محمود شوكت نعسان من قرية تلف درست الابتدائية في مدارس عفرين وحلب ودخلت مدرسة دار المعلمات في حلب وبعد التخرج تم تعيينها في محافظة الحسكة منطقة عمودة وبعدها انتقلت إلى مدينة عفرين حيث قامت بتعليم أبناء المنطقة تعتبر من المعلمات الأوائل نقول من المعلمات الأوائل في منطقة عفرين إلى جانب كل من الأستاذ خليل محمد أفندي من كوجيمان خليل الشيخ محمد من علمدار وبشير قدرو والأستاذ ولي من الدين وغيرهم. طبعا في تفاصيل عن حياتها مذكورة من بداية يكون تفاصيل جيانا وزانبي لسر روبلن منطقة تيريش عفرين ويكي نبي تمامي بكي أمي بداية وزير خلق دياري بكر بزماني عربية سجارة كديميشن المربية الفاضلة والمربية والمعلمة نجاح سليمان من المعلمات الأوائل في منطقة عفرين. طبعا لها صورة تذكارية أيضا موجودة على الشاشة مع الرئيس السابق شكري القوتلي. خلتكي ما يجي رشان كل يخينا. وكما قلت من المعلمات الأوائل في منطقة عفرين المربية والمعلمة الفاضلة نجاح سليمان. بقول إيه قسمتي منطقة قرنا قالك يعني هلك جوان بين أما بيرو كاربون بنا بصال بون لأن كنت فاسن وتباهي حرمة لكن متزوج من السيدة سولية أحمد سينو وكفى رشيد وله من سولية 9 أولاد. تعلم غناء التراث والملاحن من الفنانين الذين كانوا يأتون إلى قريتهم. طبعا آنذاك كان لديهم أغوات طبعا أحمد آغا قادر بركو مختار القرية لإقامة حفلات السمر ومن أهمهم مرشي برازي حمدي برازي صالح برازي سعيد بوكان وقد شجعه كل من خاله الفنان علي خلو والفنان عثمان قورب الزردشتي على متابعة بناء الأغاني التراثية والملاحم الكردية القديمة. تعتبر أغنية شاوية من أهم أعماله مع الكثير من الفنانين مثل رجولي وسبيشال عيشة وغيرهم من الأغاني زينب مريم صالح بصمامو ومن الفنانين الذين عاصرهم الفنان الذي سنكرمه الآن الفنان جميل هورو وعلي تجو وأمني جملو وأوديك وحمين الجير وسعيد. لديه أقوال كثيرة طبعا اللي بيحب أزبيدار بيكون خوازين جارك دي تباهيكو سرشيانا هنا المدد الدلال بناسي أو ناس بكي تسروا برن ماركريت رجع فيه جبياندني صار 1900 وتشيلو حرف هنرمن محمدي عالقري كناسين بهنرمن محمدي عالقري النظام وزرفك شير شبي لهناكي ودبي نخوش منها يعني دمي داوي دا بشجع يعني هناكي وستبنا بنابي وتباهيا أمزر خيد ياري ذكر وبنابي مالكرا تيريج عفرين وأسرة تيريج عفرين أم هنرمن محمدي عالقري زرخيش بير ديال ذكر لأعضائي
جمعية الملاك ام دخوازن او زرخي محمدي على الجوري تسليم بن يكي كنج بادا وقت بهم تباي كنجي زرخي محمدي على الجوري ام بدارن كسن اندام جمعية الملاك وتسليم. هنرمندی که نام دینگو دنبری کردی داغرک تیش دیاری کرد می‌بینم کولیز بنزران عربیش جارا کردیم. جبیدنی گندی دیرسوانی سال 1956 زارو که خواه می‌بینم و تمامی منافع نکری. في سنة 1908 في عام 1980 انتقل من القرية إلى المدينة ليكمل مشواره الفني، ويعتبر الفنان الراحل فوزي عارف صاحب تسجيلات الشرق الأوسط أول من اكتشف موهبته. صاحب مدرسة فنية خاصة بالغناء والشعر الكردي، اشتهر الراحل بأغانيه الدافئة والحنونة والحزينة والرائعة التي تلامس الأحاسيس والمشاعر. لم يملك من صوت شجي ومرهف مثل ما ملكه الفنان الراحل. لقب بالقلب المجروح ككنية لحزني الشديد على فراق والدتي التي توفيت في القرية وهو بعيد عنها. لقد غنى الفنان الراحل الأغاني الفلكلورية والرومانسية وغيرها من الأغاني المحلية، وتغنى بنهر عفرين وجبالها وطبيعتها. توفي الفنان الراحل نتيجة حادث سير أليم على طريق حلب عفرين بتاريخ 4/11/1999 ودفن في مسقط رأسه في قرية دير سوان. نكرم الفنان الراحل وعائلة الفنان الراحل عدنان دلبري. ممثلا بابنه الذي كان موجود معه أثناء الحادث طبعا زاروكوي شيرو وهالبسبانك وجيرة دنيفيسان خليل محمد أو ناهردوا وزر خير تسليمة بن أمي بدارك إيك وجيرة هالبس دنيفيسان خليل محمد هالبسبان خليل محمد وزاروي شيرو زاري هنرمند عدنان دلبرين. درع موقع تيريج عفرين السابع نقدمه لعائلة الفنان الراحل عدنان دلبرين. أمي بدارنكو ما مستخليل بس هلبستنكو إضابو هنرمند عدنان دلبرين أمي جيب بيسن زوهمي أزول سباست كم صعدوا وجيا خاص خد جوار وزيبة أهلا وسهلا بطنا وجيا استراني سلف مضايق عدنان دلبرين مش قال سدان كنت هالنا چونك عدنان دلبرين بخا مدرسة من استراني قدر داي جبري جا لي قدري لي قدري لي قدري بس جريان مدري لي قدري لي قدري لي قدري لي قدري بس جريان مدري لي قدري كفا دارم سكنية ريان مدى أكفا دارم سكنية ريان مدى برد قارم بمراد بي هيدا هيدا أز بجيكم نمزنم جمن بقار تمتهني الناس تكي دفاد نيدا لفاد نيدا از محروم كرم جبردشتا لفاد نيدا از محروم كرم جبردشتا از ناخازم نرگز و ريحانا قشتا شفي چويني اچين قلاخا ببينم نيفي شفي تخاقان متناهشتا